بس الناس مش عارفة ان هي لما بتلعبها ازاي بتغير من تفكيرك ومن حياتك ومن شخصيتك. ايه الحاجة دي؟ البازل. يا ترى عارفين البازل واللي هي الفك والتركيب، اللي هي بنجمع بازل ونعرف ازاي نعمل شكل. تبقى البازل دي ساعات بقى من 10 pieces 100 pieces. في ناس ما شاء الله بتجمع ل 1000 pieces. البازل دي حلوة جدا يا جماعة في التركيز، ان انت بتخليك تركز في اللون والقطعة تحطها فين. و انا مش شايفاكم كويس والله. وكمان بتساعدك على الصبر. هل انت عايز تكمل لحد البازل ما تخلص، ولا يا دوب هتكمل قطعتين وتزهق وتقول ما عندكش وقت؟ اهلا وسهلا بمحمد، منورني يا محمد. فريدة، منورة يا فريدة، ثانك يو جدا. فالبازل دي بتعلمك ازاي تصبر لحد ما تكمل الرسمة. وفي لعبة تانية الناس بتحبها برضو، اللي هي الليجو. الليجو بقى ان انت عندك بيسز وانت بتألف بيها اشكال. جماعة دي بتديك imagination فظيعة، وتخلي البورت بتاع الايماجينيشن يشتغل. طب ايه فايدة الايماجينيشن لما تشتغل؟ احنا نصنا مقسوم نصين، نص يمين ونص شمال. النص الشمال مسؤول عن الحاجات اللوجيك، دي 1+1=2 والحاجات كده. النص اليمين مسؤول عن الارت، الايماجينيشن، الفيجن، انك تشوف صور والحاجات دي. فالشاطر اللي يشغل التو بورتس، مش بس بورت واحد، اللي يشغل الناحيتين. ثانك يو يا محمد على كمية اللايك اللي انت عمال تحطها على اللايف. ثانك يو جدا. ف فانك لما تشغل النصين، يعني اللوجيك لما تبقى شايفه بشكل فيجن، ده بيخليك تشغل النصين. الميموري بتاعتك هتفضل موجودة، عكس لما تشغل البورت بتاع اللوجيك بس. فده ازاي؟ احنا حتى لما بنيجي نشرح ثانية واحدة، عشان انا كنت بتفرج يا جماعة على فيلم جون ويك. I love this actor جدا بصراحة يا جماعة. الراجل ده خطير. انتوا عارفين ان جون ويك عنده توحد، عنده اوتيزم، وما بيكلمش حد، وعايش لوحده، ولحد دلوقتي وما يقدرش يتجوز، وبينزل الشوارع يقعد مع الناس عشان عنده توحد. انتوا متخيلين؟ واشهر واحد وكل الناس بتحبه. ولو بصيتوا في الافلام بتاعته محدش بيقرب منه. انتوا متأكدين ان انتوا فاهمين الشخصية دي معناها ايه؟ ورغم كده عمل افلام كتيرة ونجحت، ونجحت بجد. بصوا على الثري بورتس بتاعت جون ويك، هما فور. في حد بيقرب منه؟ عامل فور بورتس بنجاح، رغم انه عنده ايه؟ اوتيزم. وفي ممثلين كتير جدا عندها حاجات كتيرة جدا. جيم كاري عنده حاجة بس أنا مش فاكرة إيه، غالبا ADHD. آه في حد تاني برضو ناجح عنده يعني لو بصينا لكل الناس اللي ناجحة دي، رغم إنها عندها حاجات، أو خلينا نقول إعاقة، ما وقفتهمش إن هما ينجحوا. فما بالنا إحنا كناس طبيعيين بنبص على شوية حاجات ونقول إحنا فشلنا. ثانك يو يا جو. والله صح فعلا. احنا فعلا بنبص على الحاجات البسيطة اللي بتخلينا نفشل ونقول احنا خلاص فشلنا، احنا الحياة اتدمرت، احنا حياتنا وقفت، جربنا مرة وخلاص ما نجحناش. الناس دي اكيد اتعذبت جامد جدا في حياتها الطبيعية اصلا، لانها عندها اعاقة.
سواء بقى ذهنية، جسمانية، أي حاجة. ورغم كده نجحت وبقت مشهورة. وكمان مش مشهورة بس في حاجة مثلا عادية، لا ده ممثل ناجح ومحبوب. فدايما دايما حط قدامك ان انا الحمد لله عندي حاجات كتيرة جدا، و... والفشل ده ما بيوقفش حد. يعني انا قصة حياتي كلها عبارة عن فشل. يعني انا بالنسبة لي الفشل ده ما بيوقفني، الفشل ده انا بعمل احتفال بيه. معنى ان انا فشلت في حاجة يبقى انا اللي جاية هنجح فيها. فانا دايما دايما الحمد لله بفشل بس بنجح في اللي بعده. فلو من غير الفشل حضرتك مش هتنجح. من غير ما تفشل في الحاجة عمرك ما هتحس بطعم النجاح. مظبوط جدا يا سيرين، الفشل وسيلة لاكتساب الخبرة وتمهيد للنجاح، ده فعلا. ميرسي جدا يا محمد. ميرسي جدا على كلامك. بس والله كلامي طالع من القلب. لان فعلا انا بمر بحاجات، فانا بحاول اقول للناس انا بمر بايه. وبشوف ناس فعلا كتير سبيشال نيدز، لان انا تخصصي بتعامل مع السبيشال نيدز. يا جماعة بجد بجد بيبقوا سوبر في حاجات تانية، وفعلا ما فيش حاجة بتوقفهم من كتر الناس ما كانت بتقول عليهم حاجات وحشة. فبيحطوا تحدي جامد. الناس الطبيعية العادية ما بيتقال لهاش اي حاجة خالص. فهو بيفشل، خلاص انا فشلت، انا شايف الناس الطبيعية التانية كلها بالناجحة وانا اللي فشلت. طب بص للي اقل منك واللي عنده اقل منك ونجح فعلا. وما نجحش بسهولة على فكرة. مفيش حد نجح بسهولة خالص خالص. كلنا لازم وقعنا وقمنا، وقعنا وقمنا. وكل ما بتقع كل ما بتاخد خبرة من الحقيقة، وقلبك كده بيجمد وبتتشجع وبتتجرأ ان انت تدخل في حاجات تانية كتير. اللي هو انا مش فارق معايا، انا هفشل ماشي عادي، انا واخد على الفشل فهقع واقوم. انا اي حاجة بدخلها عادي جدا. ايه اسوأ حاجة ممكن تحصل؟ اني افشل، طب تمام متوقعة. فنقوم قايمين تاني وعادي جدا، والحياة مستمرة. عارفين زي ايه؟ زي المونيتور بتاع مؤشر القلب، مش بيفضل طالع نازل طالع نازل طالع نازل؟ تمام. هو لو فضل خط واحد ده معناه ان الايه، القلب وقف فمات. هل انت عايز تفضل في خط واحد؟ هل انت عايز تفضل طالع بس؟ مفيش حد بيفضل طالع بس. فكل ما تطلع اعرف ان انت هتنزل يبقى انت عايش. طالع نازل يبقى انت عايش بجد. وانجوي الحاجات اللي في حياتك. انجوي حتى الفشل بتاعك. الفشل بتاعك ده بتتعلم منه وبتعرف منه حاجات وتطلع تقوم تاني. ثانك يو يا جوه والله. ثانك يو يا جوه والله. يا هلا يا هلا رندا، اهلا وسهلا منوراني. ازيك عامله ايه؟ اخدتوا الاجازه ولا لسه؟ فخلينا نرجع من الحاجه التانية اللي الناس لما بتلعبها هي مش واخده بالها. الولاد لما بيجوا يلعبوا الليجو، زي ما انا قلت هي عبارة عن قطع محطوطة، فانت بتكون بيها اشكال. ساعات بتكون بيها موتوسيكل، بتكون بيها عربية. التفاصيل اللي انت بتحطها دي بتنمي عندك القدرة على رؤية التفاصيل. بجد انت هتشوف التفاصيل رغم ان دي حاجة انت مش واخد بالك منها. دي انا قاعد بلعب. هنا بقى فايدة ان الالعاب اللي انت بتلعبها تبقى مفيدة ليك وانت حتى مش واخد بالك. يعني انا طول عمري باخد البازل واقعد اركب الليجو. يعني يا جماعة والله العظيم انا نفسي اجيب الليجو. نفسي اجيب الليجو بس الحقيقة ما عنديش القدرة. انا هو بعترف انا ما عنديش القدرات ان انا اقعد اركب في ليجو واوصل بيها لحد ما تخلص. بس عندي ولاد سبحان الله بيقعد على الليجو، يقعد يركب عربية سبورت بتفاصيلها، بالفانوس، بالكاوتش،
بالمسمار فين، مش عارفة فين. التفاصيل دي كلها نمت فيه ان هو يبص على التفاصيل. وهو ده اللي انت محتاجه في حياتك، انك تركز في تفاصيل معينة، فهتبدأ تركز، فيبدأ تركيزك يزيد. في ايه تاني غير البازل؟ عارفين بقى السودوكو؟ الناس اللي كانت بتلعب سودوكو، والناس اللي كانت زمان، عارفين اللي هي في الجورنان كده ورقة البتاعة اللي اسمها ايه، كانت الكلمات المتقاطعة. كان يقعدوا يتريقوا على الناس اللي بتحل الكلمات المتقاطعة. عارفين الكلمات المتقاطعة دي؟ يا لهوي، دي بتزود التركيز. ثبت علميا انها بتزود التركيز يا جماعة. ليه بقى؟ لان انت عايز تجيب كلمة كده وكلمة كده وكلمة كده. ده تركيز، ده مش هبل، ده مش قاعد بيضيع وقته. ده الناس كانت بتقعد تضيع وقتها فعلا بالساعات في الموضوع ده. فين ايام الجرايد؟ والله الجرايد كان بيجي فيها ده بالذات. والناس كلها تجيب الجورنان علشان خاطر تحل الكلمات المتقاطعة. في زيها دلوقتي من الجيمز اللذيذة سودوكو. سودوكو دي يا جماعة قمر قمر. انتوا مش متخيلين انا لما ببقى متضايقه ومكتئبه واحس ان الدنيا كده قفلت ودماغي قفلت، اقعد احل في السودوكو. بحس قد ايه انا مبسوطه ان انا عارفه اجيب ان الارقام دي تبقى من 1 لحد 9، والسكوير ده من 1 لحد 9، وبشرط ما تكررش الرقم. فدي من الالعاب اللي هي ممكن تاخد منك وقت، بس هتديك مهارات تانية. طيب، انا في جيمز بقى زي جيمز بقى الجديده اللي طالعه الكترونكس كتير قوي 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 قوي. تلات ارباعها عنف. عنف. انتوا مش احنا كبيرنت مش واخدين بالنا ان هو الولد وهو قاعد بيلعبها. اولا بتتلعب لايف، ومعانا ناس من الناحيه التانية، وقاعدين ناس من الناحيه التانية، وكله سامع كله، وكله قاعد بيشتم. اول حاجه اتعلمها من اللعبه دي الشتيمه. تاني حاجه اتعلمها جوه بحب احلها. برافو عليك. تاني حاجة بيتعلمها النرفزة والعصبية، فقاعد بيتخانق علشان يكسب، عشان يكسب بس. اللعبة مش بتعلمه ان في حاجة اسمها مكسب وخسارة خالص، وانه يتقبل الخسارة. فعشان كده الولاد طالعة انا عايز اكسب وبس، انا عايز اكسب وبس، انا عايز اجيب الفول مارك وبس، بغض النظر انا ايه، انا عايز اجيب الفول مارك. ليه؟ طيب، بتعلمنا ايه كمان بقى؟ ان احنا عايشين في عالم الكتروني. فصلنا اصلا عن البني ادمين خالص. لان انت لما بتقعد تلعب اللعبة دي بتقعد تلعب ممكن 3 4 ساعات، فانت قاعد ما بينك وما بين الكترونيكس، مفيش لايف، مفيش حد بتتكلم معاه. السودوكو او البازل هي بتنمي حاجات، بس انت قاعد مش في الكترونيكس، مش عايش حياتي فيها. يعني كانت الحلقة اللي فاتت في ناس كلمتني انا ازاي اتعالج من ادمان الموبايل، وفي ناس كمان كلمتني انا ازاي اتعالج من ادمان اللعبة. انا بقوم من نومي عشان عارف صحابي بيلعبوا دلوقتي، انا بقوم العب من نومي عشان العب معاهم. متخيلين واصلة لحد فين ادمان اللعب؟ ان انا اقوم من نومي عشان اعمل ايه؟ العب. يعني انا كمان مبوظ نومي بتاع بالليل، دي اثرت على النوم. فترة النوم بتاعت بالليل دي هي دي الفترة الصحية اللي لازم انامها، وانامها بارتياح. يعني ما ينفعش افصل فيها خالص. ده الناس الكبار بتبقى متضايقة انها تقوم من النوم عشان تروح الحمام. احنا وصلنا ان احنا الولاد عندنا بيقوموا من النوم عشان يلعب اللعبة. ف شرحك حلو، تتعلمي عبري علشان تشرحي لي. ثانك يو جدا. انا الحمد لله، ما انا مدرسة اصلا، ما انا انا مدرسة، فعشان كده انا بحاول دايما لما باجي اشرح. كنت اعاني دايما من وانا صغيرة ان المدرس بيبقى دايما اكبر، فهو بيشرح على مستوى اكبر. انا مال، انا هنا. فانا دايما كنت بحب
اللي يشرح على اقل مستوى، اقل مستوى. انا دايما بحب اشرح على اقل حاجه، بشرح من اول الحاجه وبشرحها بالراحه عشان انا احب افهم بالراحه. فانا احب، لا ما دام انا احب حاجه ليا بحبها لغيري.